بصوا حبايبي، لو عندك ريحة مش كويسة في المطبخ وعايزة تخلصي منها، هتعملي الآتي: هتجيبي كنكة القهوة دي وتحطي فيها معلقتين بن، ومعلقتين قرفة، ومعلقتين مزهر، ومعلقتين فانيليا، وتملي الباقي مية وتحطيها تغلي بقى كده، اكنك يعني تقلبيهم طبعا مع بعض وتحطيهم على النار تغلي كده. بس ايه، خلي بالك ما تدلقش لان ممكن تدلق منك بسهوله، وسيبيها بقى على قد ما تقدري في المطبخ وانتي موطيه كده على نار هاديه خالص. هتطلع ريحه جميله جدا، طبعا قهوه مع قرفه مع فانيليا مع مزهر، هتطلع لك ريحه جميله جدا مع شويه ميه كده عشان ينفع انها تغلي يعني. طيب، وكمان لو عندك الرف نفسه بتاع المطبخ ريحته مش كويسة، فانتي بعد ما تغلي دول اقفلي عليها وروحي حاطة نفس الكنكة جوه الرف وقافلة عليه. طيب، فتاني هي عبارة عن قهوة وقرفة وفانيليا ومزهر ومية، وقلبناهم مع بعض وحطيناهم في كنكة ووطينا تحتيهم النار وسبناها تغلي في المطبخ على قد ما يقدرنا ربنا. هتلاقي الريحة اللي مش كويسة اللي انت ما كانتش عاجباكي في المطبخ اختفت، وجت مكانها ريحة القهوة بقى مع القرفة مع الفانيليا مع المذاق. يعني عايزة اقولك ان ريحتها جميلة جدا وتحفة، والحكاية دي سيف قوي وتقدري تستخدميها اي وقت. لو عندك في المطبخ ريحة بصل، ريحة توم، ريحة لحمة، ريحة سمك، اي حاجة، قهوة وقرفة وفانيليا ومزهر ومية، تقلبيهم مع بعض وتحطيهم في كنكة على النار وتفضلي سايباهم يغلوا كده وقت طويل جدا، هتلاقي ريحة المطبخ بقت تحفة جدا.